السلام عليكم ورحمة الله. قصة الجار البخيل وجحا. كان لجحا جار شديد البخل. كلما رأى جحا يحثه على عدم الإنفاق على بيته حتى يسبح مثله. لديه مال كثير، فقال له جحا يوما مستنكرا: أتريد أن أكون مثلك، أستعير متطلباتي من الجيران وأمنع نفسي عن الطعام واللبس لكي أكون مثلك صاحب مال؟ قال البخيل: وماذا في ذلك؟ أنا عندي مال كتير وأنت ليس عندك مال زيي. قال جحا: وما قيمة المال وهو لا يفيد صاحبه؟ قال البخيل: يكفي أن ترى بريقا. وفي يوم جاء البخيل إلى جحا وطلب منه أن يعير حماره فأعطاه له. البخيل راح لجحا وقال له: أنا عاوز الحمار بتاعك. فلما قضي البخيل حاجته عاد البخيل بالحمار وطلب من جحا أن يدفع له دينار. جاء البخيل لجحا وقال له: أنا عاوز دينار. جحا رد عليه قال له: ليه؟ اللي انت واخد حماري وانا اللي ادفع كمان؟ قال له: حمارك جاء معايا في السكة وانا اكلته برسيم، فانا عاوز دينار حق البرسيم. قال جحا في غضب: لا تخجل يا رجل، انك تستعير حماري دايما، بتاخد حماري كل يوم ولا اطلب منك اجر على ذلك. فخد هو الدينار اهو، خد الدينار وبعد كده معادش تطلب حماري تاني. خد البخيل الدينار فيه السعادة وعاد إلى بيته. إنما راح جحا يفكر في حيلة يحتال بها على البخيل لتكون درسا له. في اليوم التاني ذهب جحا واشترى لنفسه عمامة جديدة، ثم ذهب إلى مطعم البلدة ودفع له مقدما حساب طعام شخصين. ذهب إلى جحا إلى بائع الحمير ودفع له مقدما ثمن حمار على أن يأخذه فيما بعد. ثم ذهب إلى بائع الفاكهة ودفع له ثمن مقدما لبعض الفاكهة. ثم ذهب جحا إلى بائع الطيور ودفع له ثمن مقدما لبعض الطيور. ثم ذهب إلى بائع الملابس ودفع له أيضا أن يحضر فيما بعد. ثم ذهب إلى صديق له وأعطاه 20 دينار وطلب منه أن يعيده إليه حين يطلبه منه. وفي اليوم التالي وبينما جحا عاد إلى بيته رأى البخيل. قال البخيل: يا جحا، انتظر، ما أجمل هذه العمامة الجديدة، تمنها كام؟ قال جحا في سرور: إنها عمامة الخير، عمامة الثراء، ولا تقدر بثمن يا جار العزيز. قال البخيل: ما هذا الذي أسمعه يا جحا؟ ماذا تقصد بذلك؟ قال جحا: هي معايا، تعال معايا لترى بنفسك. ثم ذهب جحا إلى المطعم هو والبخيل وقال له: والآن سأدعوك إلى وجبة شهية على حسابة العمام، تعال معايا وأنا هأكلك على حساب العمام. فلما أكل وضع جحا يداه على عمامته فقال له صاحب المطعم: الحساب خالص يا جحا. تعجب البخيل، ثم ذهب به جحا إلى بائع الحمير وأخذ حمارا. ثم وضع جحا يداه على عمامته فقال البائع: الحساب خالص يا جحا. وهكذا. وأخيرا ذهب به جحا إلى بائع الفاكهة فقال له البائع: الحساب خالص يا جحا. ثم ذهب به جحا إلى بائع الملابس وأخذ عمامة البخيل فقال البائع: الحساب خالص يا جحا. فقال البخيل في دهشة: بكم تبيع عمامتك يا جحا؟ إنها ثروة كبيرة. فقال جحا: أبيعها مقابل منزلك. فقال البخيل في سرور: لا مانع، عندي فيه، أشتري عدة منازل. هاتها يا جحا العمامة وأديك منزلي، أنا بالعمامة ديت هشتري منازل كتير قوي. وهكذا تخلص جحا من جاره البخيل. والسلام عليكم ورحمة الله.